في الفيديو ده هقول لك ازاي دخلت مجال ملوش اي علاقه بدراستي الا وهو الماركتينج، وقدرت في فتره قليله جدا ان انا اكبر في المجال ده بسرعه. على سبيل المثال انا بدات في مجال الماركتينج بمانج كامبينز بتصرف 1000 جنيه في الاسبوع. دلوقتي انا شغال مع ستارت اب خارجيه بنصرف من 1000 ل 3000 دولار في اليوم، يعني انا مسؤول عن بادجت شهريه تتخطى ال 3 مليون جنيه. اللي ساعدني ان انا ابدا كارير الماركتينج واكبر فيه بالسرعه دي هم الثلاث خطوات اللي انا جاي اقول لك عليهم في الفيديو النهارده. والثلاث خطوات دول مش بس مجال الماركتينج، انت تقدر تاخدهم وتطبقهم على ايا كان المجال اللي انت عايز تبدا فيه. طيب الفيديو ده يعتبر تكمله الفيديو اللي انا كنت نزلته قبل كده، كنت بتكلم فيه عن انك ازاي لو انت حد فريش ازاي اصلا تخش سوق العمل. انصحك لو انت ما شفتوش تروح تشوف الفيديو ده وبعدين تيجي تكمل الفيديو ده، لان الاثنين بيكملوا بعض. طيب انا ايه اصلا قصتي في ان انا اخش مجال الماركتينج؟ انا ابتديت الكارير بتاعي زي ما قلت في الفيديو اللي قبل كده ان انا كنت شغال كاستمر سيرفيس ايجنت، من اخر خدمه عملاء البنك امريكي. وفي ليله من ليالي الكول سنتر الجميله وانا برد على اسئله الكاستمرز الجميلين جدا، فكرت ان انا خلاص انا مش هكمل حياتي على السماعه، انا لازم ان انا اتعلم مهاره تكسبني فلوس اكتر وما يكونش فيها الهاصل بتاعه الكول سنتر والكاستمرز اللي بييجوا بقى يتصلوا ويتخانقوا والكلام الجميل جدا ده. فبعت ايميل للبيرسونال. انا اصلا قبل ما ابعت الايميل ده انا كنت مهتم جدا بالسيلف ستادي، كنت بخش على منصات زي كورسيرا، هاب سبوت، وبتعلم عن مجال الماركتينج وكان معايا سيرتيفيكتس في الحاجات دي. فبعت ايميل للاتش ار في الشركه بتاعتنا وقلت لهم يا جماعه انا مهتم بالفيلد ده وحابب ان انا اخش الماركتنج ديبارتمنت حتى لو كانترنشيب في الشركه اللي انا كنت فيها. وبالفعل ردوا عليا وقالوا لي احنا هنرتب لك ميتنج مع البورد بتاع الشركه، وقعدت معاهم وقلت لهم انا معايا سيرتيفيكت في كذا وكذا وكذا وانا فاهم في المجال ده، وجربوني من الاخر يعني. وبالفعل وفروا لي ان انا اخش انترنشيب في الشركه دي، وكنت بشتغل انترنشيب دي قبل الشيفت بتاع الكاستمر سيرفيس. يعني تقريبا انا كنت ببدا الانترنشيب على الساعه 12 بخلص 4 وبعدين انزل لوج كاستمر سيرفيس لحد الساعه 12. بس الحمد لله في النهايه يعني بعد 3 شهور من الانترنشيب خلصتها ودخلت از فول تايم ماركتير في الشركه اللي انا كنت موجود فيها. طيب انا بحكي لك القصه دي كلها ليه؟ انا بحكيها لك عشان نستنتج ان اي مهاره انت عايز تتقنها محتاج حاجتين، ان انت تكون بتدور على فرصه وان انت تكون مستعد للفرصه. انا في الفيديو ده هقول لك عن طريق 3 خطوات ازاي تكون مستعد للفرصه. في البدايه هفترض ان انت خلاص اخترت المهاره اللي انت هتتعلمها، وهقول لك في الفيديو ده ازاي تتقن المهاره اللي انت اخترتها دي. لكن لو انت لسه ما تعرفش ايه المهاره اللي انت هتتعلمها او ايه افضل مهاره ممكن تختارها، سيب لي اي كومنت وانا ممكن اعمل فيديو عن الموضوع ده بقول لك افضل مهارات ممكن تتعلمها في الوقت الحالي، ازاي تختار المهاره المناسبه ليك، واتكلم في الموضوع ده باستفاضه اكتر يعني. فممكن تسيب لي كومنت مثلا مهاره جديده لو الموضوع ده مهم بالنسبه لك وانا هعمل فيديو عن الموضوع ده. نيجي للخطوه الاولى وهي اختيار المهاره المناسبه ليك. في البدايه انت لازم تكون عندك وعي بنقاط ضعفك ونقاط قوتك. بمعنى يعني ما تخليش مثلا الترند ياثر عليك. مثلا كل الناس على السوشيال ميديا بتقول ان الاي اي هو البومينج دلوقتي وكل الناس بتتعلم ذكاء اصطناعي وبرمجه ومش عارف ايه، بس المجال ده هنفترض يعني ان هو بيحتاج حد ضليع قوي في الرياضيات، اللي هو بقى بيعرف احصاء جبر ما اعرفش ايه، وانت ما بتقش رياضيات، فاكيد مش هتروح تتعلم المجال ده جاست عشان هو بس بومينج. فلما انت تكون عارف نقاط ضعفك ونقاط قوتك، لما تحطها في المجال اللي انت قوي فيه، يعني مثلا انت نقاط قوتك في حد مثلا بتاع بيزنس دماغك اداريه، فهتبرفورم بشكل افضل في مجال البيزنس، فما تروحش لحاجه تكنيكال قوي. فاهم قصدي؟ بس نصيحتي اللي هقدمها لك في الموضوع ده ان انت لازم تبدا بسرعه. يعني كل ما تبدا بسرعه وتجرب بسرعه وتفشل بسرعه هتعرف ايه الصح بسرعه. لكن ان انت تقضي وقت كبير جدا عمال تفكر ايه المهاره المناسبه ليك وازاي تعرف ده، مش هتستفاد اي حاجه. لازم تجرب بايدك وتجيت انفولفد في المجال ده كده بنفسك، ووقتها هتعرف المجال ده مناسب ليك ولا لا. في الخطوه دي هقول لك على خطوات التعلم. في البدايه انت لازم تعرف ايه نمط التعلم بتاعك. يعني في ناس بتحب القرايه جدا، فلو هو مثلا حب يتعلم مجال زي الماركتينج هيفضل ان هو مثلا يجيب كام كتاب ويفضل يقرا في البيزكس بتاعه الماركتينج، يتعلم مثلا من ناس في المجال ده كاتبين كتب فيها، عن ان هو مثلا يقعد يتفرج على كورسز. ففي مثلا نمط سمعي بصري. انت شوف ايه النمط، ايه اكتر حاجه بتكون مبسوط وانت بتعملها عشان هتفضل تعملها كتير. فهتشوف انت مثلا بتحب مثلا قرايه الكتب اكتر ولا ان انت تتفرج على حد بيشرح لك الكونسبتس اللي انت بتتعلم عنها اكتر. بعد كده بتبتدي تحدد المصادر المناسبه للمهاره اللي انت بتتعلمها. طب تعرف ده منين؟ هتخش على الكوميونيتيز بتاعت الناس اللي بتتعلم المجال ده. اي مجال في العالم ليهم جروبس على فيسبوك، مثلا مجال الماركتينج، وده انا بدي امثله ليه كتير لان هو ده المجال بتاعي، بس الموضوع ده زي ما قلت لك بينطبق على اي مهاره. فهتلاقي على فيسبوك مثلا جروبس زي يلا ماركتينج بروفيشنالز ان ايجيبت، حاجات زي كده يعني. فانت هتشوف الكوميونيتيز دي ببساطه يعني، وتشوف الناس بيتكلموا في ايه. يعني خش الاماكن دي وهتلاقيهم بيتكلموا كتير عن مصادر تعلم، كورسز،
هتلاقي ناس بتقول اسم كورس مثلا وبتقول للناس ايه رايكم فيه، فتبتدي تشوف الكومنتس وتبتدي بقى ايه انت تحدد ايه افضل حاجه ممكن تتعلم منها. بس قاعده عامه كده، في مهارات معينه بيكون في مصادر معروف ان هي كويسه في المجال ده. مثلا برضو مجال الماركتنج، سامحوني يا جماعه انا متحيز ليه، هتلاقي مثلا حاجه زي هاب سبوت معروف ان هي بتعمل كورسز، اصلا المنصه كلها بيبيعوا CRM، بس برضو عندهم حاجه اسمها هاب سبوت اكاديمي وبيدوا سيرتيفيكتس فور فري كلها عن مجال الماركتنج. وكورسيرا برضو فيها كورسز جامده جدا لمجال الماركتنج. فانت تبتدي تحدد المصادر اللي هي خاصه بالفيلد بتاعك. خلينا ندي مثال على البروجرامينج عشان برضو ما تكونش كل الامثله عن موضوع الماركتنج. يعني مثلا جه في دماغي دلوقتي في البرمجه في بلاتفورم اسمها فري كود كامب، دي برضو جامده جدا في البروجرامينج. فانت تبتدي تحدد المنصه او المنصات اللي هي بتقدم نوليدج كويسه في المهاره اللي انت عايز تتعلمها. بيجي بعد كده دور تعلم الاساسيات بتاع ايا كان المجال اللي انت هتتعلمه. هقول لك حاجه، انت ممكن تروح لليوتيوب حاجه بسيطه جدا وتكتب مثلا لو انت هتتعلم ماركتنج هتكتب بيزكس اوف ماركتنج، هتلاقي فيه 500 فيديو بيشرح ايه البيزكس اوف ماركتنج. هيديك فكره مثلا ان هو في ديجيتال ماركتنج، وجوه الديجيتال ماركتنج ده في ميديا باينج، في جرافيك ديزاين، في كونتنت كرييشن، فتبتدي تاخد فكره عن المجال. ممكن تعمل الخطوه دي قبل ما تخش على المصادر اللي هي بتشرح بقى كورس طويل مثلا 36 ساعه بيتكلم عن سكيل معينه. فانت اعمل الخطوه بتاعت ان انت تتعلم الاساسيات بتاعت المجال دي قبل ما تخش ان انت تلتزم بكورس كامل، وتبتدي تعرف اكتر عن الاساسيات بتاع الفيلد ده، لان ده بعد كده هيساعدك ان انت ما تخشش في حته بس في المجال ده، في حين ان هو في فروع كتيره انت ممكن تكون مهتم اكتر بيها. يعني مثال عشان الدنيا توضح، الماركتنج فيه جرافيك ديزاين، فيه كونتنت كرييشن. فلو حد مثلا بيحب الكتابه واتحصر في حته ان هو خد كورس مثلا جرافيك ديزاين وشغال في الجرافيك ديزاين بس هو مهتم اكتر بالكتابه، مش هيعرف اصلا ان في حاجه اسمها كتابه لو هو ما عرفش الاساسيات بتاعه الماركتنج، لان هو خلاص حصر نفسه في الحته بتاعه الجرافيك ديزاين. هيجي بعد كده دور النتوركينج، وعايز اقول لك ان دي اهم حاجه في ايا كان المهاره اللي انت هتتعلمها، لان ده اللي هيساعدك بعد كده ان انت تلاقي شغل، تلاقي مصادر كويسه تتعلم منها، تتعرف على ناس في الفيلد بتاعتك تجيب لك فرص جديده. ودي تعملها عن طريق لينكد ان. طالما قررت ان انت تكون حد بروفيشنال وبتتعلم مهاره بروفيشنال، لينكد ان هو اهم مهاره ممكن تبني عليها بريزنس او ظهور ليك. انا عايزك في البدايه بس لما تخش على لينكد ان، لان حاجه جت في بالي دلوقتي، ناس بتبعت لي كونكشن ريكويست يعني، وبخش ابص على الاكونت بتاعهم تلاقي مثلا كاتب ستودنت في البايو او مش كاتب اي حاجه وسايب الدنيا فيك كده، مش واضحه هو بيعمل ايه ولا جاي تبع مين. فانا انصحك جدا ان انت اول ما تخش على لينكد ان تشوف اي فيديو على يوتيوب، في فيديوز كتيره جدا بتقولك ازاي تظبط لينكد ان اكونت بتاعك، وتعلم ازاي ان انت توبتمايز لينكد ان اكونت. يعني مثلا تكتب هيدلاين بالوظيفه اللي انت شغال فيها، يعني مثلا اكتب، او حتى لو مش وظيفه اكتب هيدلاين يبين ان انت مهتم بمجال محدد. يعني مثلا انت لسه بتتعلم جرافيك ديزاين فهتكتب انا بعمل فيجوالز، مش هتكتب طبعا انا بعمل فيجوال، فهتكتب اي بيلد كرييتيف ديزاينز فور اي حاجه يعني كده. هتلاقي يعني شوف شات جي بي تي هيجيب لك امثله كتير عن الموضوع ده. وبعد كده مثلا تظبط الاكسبيرينس بتاعتك، المكان اللي انت درست فيه مثلا، يعني حاجات بيزكس جدا بس في ناس كتير ما بتعملهاش، وبتخش تبعت كونكشنز لناس كتيره وطبعا مش هيقبلوها لان ما يعرفوش انت مين ولا بتعمل ايه يعني. وهو لينكد ان كله بروفيشنال بلاتفورم، فاللي هيقبلك هيكون عايز يفهم انت بتعمل ايه بالظبط. وعايز اقول لك مثال مهم برضو على موضوع النتوركينج ده بيوضح قد ايه اهميه الموضوع ده. مثلا انا اسمي على الانستجرام او اليوزر نيم بتاع الانستجرام اسمه فيكتوريوس عبد الله، هتلاقيه ظاهر دلوقتي على السكرين. انت مثلا لو عملت لي كونكت او فولو على الانستجرام او حاجه زي كده، روح اعمل كده وانا مثلا الشركه عندي بتدور على جرافيك ديزاينر، عايز اقول لك مبدا كده، الناس اللي هم عندهم كونكشنز بيشتغلوا اسرع من الناس اللي بيوبتمايز السي في بتاعه بيفضل يقدم على وظائف كتير. فمثلا الشركه عندي بتدور على جرافيك ديزاينر، فانا هقوم رافع ستوري عندي على الانستجرام فيكتوريوس عبد الله، هيظهر قدامك دلوقتي على الشاشه تاني. فرحت قايل لي انا مهتم وده البورتفوليو بتاعي، فلقيت ان هو جامد جدا. فطبعا انا بشوف الهايرنج مانجر كل يوم في الشركه، فهقول له خد الراجل ده جامد جدا وانا عارفه وبتاع. انت هيكون ليك اولويه عن كل الناس اللي مقدمه ثرو مثلا لينكد ان او بعتوا السي في بتاعهم في مكان ما، لان انت جاي عن طريق كونكشن. فموضوع النتوركينج ده مهم جدا جدا جدا. بعد كده يجي دور ان انت تبني مشاريع عن الحاجات اللي انت بتتعلمها. مثلا انت جرافيك ديزاينر، من اول يوم ابتدي اخترع مشاريع واعملها. يعني موضوع ان انت مش لاقي شغل ده حجه، انت من اول يوم هقول لك حاجه بسيطه جدا. يعني كجرافيك ديزاينر انت هتخش على اكونت مثلا زي BMW، تمام، هم عاملين ديزاينز للسوشيال ميديا بوستس بتاعتهم، فانت هتعمل لها ريديزاين. وعلى فكره ده اللي انا عملته في بدايه الكارير بتاعي، يعني رحت مسكت البروشور بتاع BMW ورحت عملت ريديزاين ليه وحطيته في البورتفوليو بتاعي وقدمت بيه على شغل، وبالفعل كان بيجي لي انترفيوز. فهو بس الشخص او الهايرنج مانجر او الريكروتر اللي هو بيشوف السي في ده او البورتفوليو بتاعك بيكون عايز يعرف انت فعلا بتعرف تعمل الحاجه اللي انت تشتغلها دي ولا لا. ومفيش حاجه هتثبت الموضوع ده غير
سابقة اعمالك او البورتفوليو بتاعك. نصيحتي ليك في البروسيس بتاعت ان انت بتتعلم مهارة دي، مش عايزك تقع في فخ ان انت دايما حاسس ان ناقصك حاجة، لان دي حاجه اسمها اكتيف بروكراستينيشن. يعني دايما عقلك بيقعد يوهمك ان لا لسه في حاجه ناقصه، لسه في معلومه انت ما تعرفهاش، انت عمرك ما هتجمع كل المعلومات اللي في العالم عن مهاره ما. فدايما ابتدي اعمل شغل وابتدي قدم على شغل، يعني ابتدي بيلد البورتفوليو بتاعك وابتدي قدم على شغل من بعد ما خلاص طبعا تكون اتعلمت البيزكس وبقيت قادر ان انت تعمل ديزاين مثلا فروم A to Z از جرافيك ديزاينر كمثال. يعني ابتدي خلاص انت حاسس ان انت بقيت فاهم السكيل دي نوعا ما، خلاص ابتدي قدم على شغل وابني بورتفوليو. الخطوة الأخيرة دي بقى مهمة عشان ما تهدش كل اللي فات، وهي ان انت تقيم الأداء بتاعك وتبتدي تطور المهارة بتاعتك. خلينا متفقين ان مهارات الديجيتال اللي احنا بنتعلمها دي سواء برمجة، جرافيك ديزاين، ماركتينج، ايا كان هي ايه، هي سلاح ذو حدين. يعني انت ممكن تتعلمها بسرعة جدا وفي نفس الوقت ممكن تكون اوت ديتد او قدمت بسرعه جدا برضو لو انت مش بتطور نفسك. فمثلا بتلاقي فيه دايما ابديتس في ايا كان ايه المهاره بتاعتك. يعني مثلا لو انت حد مهتم بالجرافيك ديزاين وشغال كجرافيك ديزاينر، هتلاقي مثلا ان ادوبي بتنزل ابديت مع كل فيرجن من الفوتوشوب او الستريتور اللي هم بيتعملوا. اخر حاجه تقريبا نزلوا حاجات اي اي كده بتشيل الباك جراوند، بتضيف اشخاص. يعني مثلا برضو تول زي ميد جورني بقت تعمل ديزاين سماه. فدايما لازم تكون مطلع عن كل الابديتس اللي بتحصل في الاندستري بتاعتك، ودي كنت قلت لك عليها قبل كده في البوينت بتاع ان انت تجوين كوميونيتيز عرب وانجلش، عشان الابديتس بتوصل للناس الانجليش بشكل اسرع. يعني ممكن مثلا تتابع يوتيوب تشانلز بتاعت ناس مثلا متخصصه في الجرافيك ديزاين، تجوين جروبس بتاعت جرافيك ديزاينرز عرب. فوجودك في الكوميونيتيز دي بيخليك تعرف ايه الابديتس اللي بتحصل بسرعه وتبتدي ان انت تتعلمها بسرعه، وفي نفس الوقت ما تقدمش بسرعه. بعد كده بتبتدي ان انت تكون حاجه اسمها تي شيب اكسبيرينس. يعني ايه تي شيب اكسبيرينس؟ يعني انت مثلا دلوقتي اتخصصت، خلينا في مثال الجرافيك ديزاينر عشان هو ابسط حاجه ممكن نوصل بيها المعلومه. انت دلوقتي خلاص بقيت جرافيك ديزاينر جامد جدا، بس لو انت بقيت جامد جدا في الجرافيك ديزاين ومش عارف الناس اللي حواليك شغاله في ايه، يعني لان انت كجرافيك ديزاينر انت مش بتشتغل لوحدك في التيم، انت في معاك كونتنت كريتور، في معاك ميديا باير، في معاك فانكشنز مختلفه في التيم بتاعك. فانت التي شيب اكسبيرينس ان انت تكون يعني السكيل بتاعتك تكون عميقه في حته معينه اللي هي جرافيك ديزاين، وبعدين عندك حاجات يعني معرفه سطحيه في المهارات. يعني ده كانوا تي شيب اكسبيرينس. مثلا الميديا باينج، الكونتنت كرييشن، تبتدي يكون عندك فكره عن الموضوع. انا مش بقول لك اتعلم المهارات دي كلها، بس بقول لك خلي عندك فكره عن الموضوع، لان لما تيجي تتكلم عن ميديا باير نجاح شغلك من نجاح شغل الميديا باير ده، ولما تيجي تتكلم مع كونتنت كريتور برضه نجاح شغلك من نجاح شغل الراجل ده. يعني انت مثلا لو عملت ديزاين قبيح اللي هو مش بيحول الناس اللي بيشوفوا الديزاين لناس يشتروا من البراند ده، خلاص يعني انت كميديا باير هيكون شغلك وحش في وش البيزنس، يعني كبزنس وايز هيكون شغلك وحش، والجرافيك ديزاينر برضه هيكون شغله وحش. فالتي شيب اكسبيرينس بتساعدك ان انت تساعد الناس اللي معاك في التيم ده ان هم ينجحوا، وانت بالتالي شغلك يبان ان هو ناجح. كده كنا قلت لك الخطوات اللي لو طبقتها هتكون اتقنت اي مهاره انت عايز تتعلمها في وقت قياسي. بس خلي بالك عشان تبيع للشركه او للكلاينت اللي انت بتشتغل معاه المهاره دي، فدي قصه مختلفه تماما. وانا بقول لك تبيع لان فعلا انت لو اجمد واحد في العالم بس الشركه او الكلاينت اللي انت عايز تشتغل معاه مش عارف ان انت اجمد واحد في العالم، اولا مش هتتقدر ماديا، واحتمال كبير اصلا ما تاخدش الشغلانه دي او ما تاخدش الكلاينت ده. فطبعا دي قصه مختلفه تماما. لو عايز نعمل فيديو عنها اقول لك مثلا ازاي تعمل باكجنج للمهاره دي كلها وتشوف الاكسبيرينس بتاعتك بافضل شكل ممكن، ازاي تظبط السي في بتاعك. انا جت وقت عليا في الكارير بتاعي كنت انا اللي بعمل انترفيوز للناس اللي هم بيخشوا الشركه بتاعتنا، كنت بساعد الاتش ار تيم ان هم يحددوا الشخص ده مناسب للشغل ولا لا. فاقدر اتكلم عن السي في والاكسبيرينس والكلام ده كله. لو ده توبيك مهم بالنسبه لك سيب لي كومنت مثلا انترفيو او شغل، وانا هعمل فيديو عن الموضوع ده بشرح فيه كل الاكسبيرينس اللي انا اعرفها في ان انت تلاقي شغل بالمهاره اللي انت اتعلمتها. لو انت كملت الفيديو ده للنهايه حابب اقول لك شكرا جدا لوقتك، وبتمنى لك كل التوفيق. سلام.